السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة جاي لكم فيديو جديد ويا رب يعجبكم إن شاء الله. ما تيجي يا جماعة قبل ما نبدأ نصلي على النبي. الفيديو بتاعنا يا جماعة بيتكلم النهارده عن الملك فؤاد والملك فاروق. تعالوا نبقاش في حكاية العملة بتاعتنا دي إيه العملة اللي إحنا هنتكلم عليها النهارده؟ العملة بتاعتنا ال20 قرش وال5 مليم وال2 مليم ونص. هتقول لي كان أيام الملك فاروق 2 مليم ونص، أقول لك كان في ال2 مليم ونص وفي ال5 مليم وفي ال20 قرش. مين اللي عمل ده ومين اللي عمل ده ومين اللي عمل ده؟ ما تيجي نشوف مع بعض إيه الدنيا فيها إيه. أول حاجة هنبدأ بالملك فؤاد. الملك فؤاد العملة بتاعته ايه؟ بص كده يا جماعة معايا، الكاميرا جايبها لكم اهي. 2.5 مليم. سنة كام؟ مكتوب بقى في ظهرها ايه؟ المملكة المصرية. سنة كام؟ 1933 وميلاديا 1352. مكتوب بقى عليها ايه من تحت؟ 2 مليم ونص المصرية. ده بالنسبة للظهر بتاع العملة. الوش بتاع العملة بقى فيها ايه؟ خليكم معايا كده. الملك فؤاد الأول، في الجنب التاني ملك مصر ليه 2.5 مليم. تعالى بقى جنبيه مين؟ الملك فؤاد عامل ايه تاني؟ بصوا معايا كده. الملك فؤاد الأول ملك مصر. سبحان الله، الملك فؤاد الأول أما مسك حط صورته على العملة بتاعته. زمان يا جماعة اللي معاه فلوس الملك فؤاد أكن معاه ثروة عظيمة جدا جدا، كان بيحافظوا عليها جدا لدرجة كان بيحوشوها ويجيبوا بها أراضي، وكان لها ايه؟ كان من اللي معايا الفلوس دي لدرجه بص كان بيحافظوا عليها جدا جدا، موجوده لحد النهارده، الناس محتفظه بيها لحد النهارده. يعني الفلوس دي شوف من سنه كام؟ احنا قلنا من سنه 1933 واحنا في 2023. شوف بقى لها كام سنه، يعني لها تاريخ. العمله بتاعتنا القديم دي، الحاجات المصريه الجميله دي بتاع زمان، التاريخ ده مهما قعدنا نتكلم عنه مش هنفق اي كلام احنا بنقول عليهم. تعالوا نشوف بقى الملك فؤاد عمل ايه تاني. ده بالنسبه للملك فؤاد وعمل ال20 قرش. شفت يا جماعه الصوره عامله ازاي؟ ده حفر، الشغل اللي فيها ده حفر، وحفر ايه وشغل بارز جدا جدا كمان. دي كانت سنه كام؟ 1933 وسنه كام؟ 1352. في نفس السنه اللي اتعمل فيها ال2 مليم برضه. ده بالنسبه للملك فؤاد. تعالى بقى نشوف الملك فاروق عمل ايه بعد ابوه. برضه حاطط صورته على العمله زي باباه بالظبط، كلهم عليهم رحمه الله. كاتب عليها ايه؟ فاروق الاول، نفس الكلمه بتاع باباه اللي كان كاتبها. ملك مصر برضه الصوره بتاعته بالطربوش زي باباه بالظبط. تيجي بقى ايه؟ نبص على الظهر بتاعه. ده بقى ايه الظهر بتاع الملك فاروق؟ مكتوب عليه ملك مصر سنة 1000 كام؟ 1938 ميلادية 1357. كان بقى العملة ديت 5 مليم. وبرده يا جماعة سمكها كويس جدا وشغلها حف كويس جدا جدا. يا جماعة اللي معايا العملات دي كلها بتتباع، مش شرط انا اشتريها، بس في ناس تانية بتشتريها كتير جدا ولها قيمتها بالنسبة لأي عملة قديمة. يعني اللي عنده عملة قديمة مش شرط كده يفرط فيها بسرعة، بالعكس خليها ذكرى عنده. الحاجات دي حلوة مش وحشة. الناس اللي بتحب العملات القديمة بتحب الانتيكات، في ناس تغوى الحاجات دي كتير قوي، وفي ناس بتشتريها مش عشان تبيعها، ناس بتشتريها بتخليها عندها عشان دي من الحاجات الجميله، الحاجات النادره اللي مش موجوده عند اي حد. مش كل الناس عندها عملات قديمه، بس في ناس بتغوى الحاجات دي وبتحبها. حاجه انتيكه عنده مثلا شغل قديم، الحاجات عنده صوره، عنده برواز، الحاجات دي كلها بتبقى مثلا ذكريات حلوه. دي من الحاجات الحلوه يعني اللي ممكن تقعد تتفرج عليها وتبص على الشغل بتاع الزمان والفن بتاعهم. كل واحد محتز بنفسه قد ايه. يعني دلوقتي الملك فؤاد والملك فاروق ده اللي كان بيحب نفسهم جدا لدرجه حطوا صورته على العمله عشان تفضل ليه ذكرى. انت ممكن تقول ضغوطات الحياه ومش عارف، بس كل حاجه دي ترتيبات ربنا ونقول الحمد لله عليها. هي كل الدنيا ماشيه كلها بستر ربنا. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، ولايكاتكم يا جماعه واشتراكاتكم معايا بتفرق معانا والله مع اي حد بيقدم محتوى. ويا رب اي حد بيقدم محتوى ربنا يا رب يوفقه يا رب، واي حد بيشتغل في اي مكان في اي شغلانه ربنا يوفقه يا رب. واشتراكاتكم معانا الجميله ولايكاتكم والكومنتات بتاعتكم، ويا رب كل اللي يتفرج علينا ومتابع معانا والكومنتات بتاعته الجميله ربنا يفك كربه ويسدد ديننا ويسدد كل ديون الناس يا ارحم الراحمين يا رب، ويصب عليهم مال الحلال صبا كاملا ويسترها معاه فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض.